السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بجميع المتابعين في درس جديد لهذا اليوم. درسنا هذا اليوم تحت عنوان الأعداد الكسرية les fractions، الضرب والقسمة la multiplication et la division. إذا قبل التطرق إلى درسنا لهذا اليوم فقط للتذكير، قمت في السابق بتقديم دروس للأعداد الكسرية خاصة فيما يخص الجمع والطرح، جمع وطرح الأعداد الكسرية، أيضا طريقة اختزال الأعداد الكسرية. هذه الدروس أو روابط هذه الدروس ستجدونها في صندوق الوصف أو في أول تعليق على هذا الفيديو. إذا أولا سنتعرف على كيفية ضرب الأعداد الكسرية، ثم في الجزء التالي سنتعرف كيفية قسمة الأعداد الكسرية. أولا هنا لدي مثالين لضرب عددين كسريين. العدد الأول أو العملية الأولى هي 3 على 7 ضرب 5 على 4. إذا لضرب عددين كسريين بكل بساطة نقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام على هذا الشكل. 3 ضرب 5، ثم المقام في المقام أي 7 ضرب 4. 3 ضرب 5 تساوي 15، و7 ضرب 4 تساوي 28. ثم بعد ذلك نختزل إذا أمكن ذلك. في هذه الحالة ليس هناك اختزال لأن ليس هناك قاسم مشترك أكبر بين 15 و 28. ثم ننتقل إلى المثال التالي. نجد هنا 2 على 9 ضرب 6 على 5. بنفس الطريقة أيضا نقوم بضرب البسط في البسط ثم المقام في المقام. 2 ضرب 6 ثم 9 ضرب 5. 2 ضرب 6 تساوي 12، و9 ضرب 5 45. في هذه الحالة يمكننا اختزال هذا العدد الكسري بحيث نجد أن القاسم المشترك بين 12 و5 و40 أو القاسم المشترك الأكبر هو 3، بحيث 3 ضرب 4 تساوي 12، و3 ضرب 15 تساوي 45. إذن العدد المختزل أو النتيجة النهائية ستكون على هذا الشكل 4 على 15. إذن نصل الآن إلى قسمة الأعداد الكسرية. إذن لقسمة عددين كسريين نحتفظ بالعدد الكسري الأول، والقسمة هنا تتحول إلى ضرب في المقلوب العدد الكسري الثاني. عندما نتحدث عن مقلوب العدد الكسري أي 7 على 4 ستصبح 4 على 7، أي 4 ستصبح في البسط و7 ستصبح في المقام، ويصبح مقلوب العدد 7 على 4 هو 4 على 7 على النحو التالي. إذا نحتفظ ب 8 على 3. كما قلت القسمة تتحول إلى ضرب في مقلوب العدد الكسري الثاني. 7 على 4 ستصبح إذن 4 على 7 على هذا الشكل. ثم بعد ذلك نطبق القاعدة الأولى اللي هي قاعدة ضرب الأعداد الكسرية، بحيث نقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 8 ضرب 4 32، ثم 3 ضرب 7 21. إذن حاصل قسمة 8 على 3 على 7 على 4 تساوي 32 على 21. هنا أيضا لا يوجد الاختزال لأن ليس هناك قاسم مشترك بين البسط والمقام أي بين 32 و 21. ننتقل إلى قسمة العدد الثاني أو المثال الثاني. نجد 1 على 9 قسمة 6. 1 على 9 قسمة 6. إذن كما قلت القسمة تتحول إلى ضرب في مقلوب العدد الثاني. إذن 1 على 9 ضرب مقلوب العدد 6 هو 1 على 6. لماذا؟ لأن 6 هو عبارة عن عدد كسري مقامه يساوي 1. إذن 6 هي في الأصل 6 على 1. المقلوب إذن هو 1 على 6. ثم نطبق قاعدة ضرب الأعداد الكسرية، البسط في البسط ثم المقام في المقام، بحيث يصبح البسط 1 ضرب 1 يساوي 1، و9 في 6 54. النتيجة النهائية إذن هي 1 على 54. نصل الآن إلى المثال الثالث والأخير في فيديو هذا اليوم. 14 على 3 قسمة 11 على 3. دائما نحتفظ بالعدد الكسري الأول 14 على 3، والقسمة كما قلت تتحول إلى ضرب في مقلوب العدد الكسري الثاني أي 11 على 3 ستصبح 3 على 11.
ثم بعد ذلك نطبق قاعدة ضرب الأعداد الكسرية، البسط في البسط ثم المقام في المقام. لكن في هذه الحالة نلاحظ أن بإمكاننا الاختزال قبل أن نقوم بعملية الضرب، بحيث نجد العدد 3 يتكرر في البسط والمقام. إذا هنا نقوم باختزال العدد على الشكل التالي، فيصبح أن الخارج النهائي هو 14 على 11. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية فيديو هذا اليوم. كما قلت في أول الفيديو، هناك دروس مخصصة للأعداد الكسرية، سواء كان يتعلق الأمر بجمع وطرح الأعداد الكسرية، أيضا كيفية اختزال الأعداد الكسرية، أيضا طريقة توحيد مقامي عددين كسريين. كل هذا ستجدونه في روابط موجودة في صندوق الوصف أو في أول تعليق على فيديو هذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.